العيد. في المقطع اللي راح ما أدري ليش تهورت وقلت في نص المقطع you know what لو وصل المقطع 500,000 لايك بسوي فيديو كليب زي الحمار يحمل أسفاره. تمام، كانت لحظة حماس. للأسف تحمست ما فكرت في اللي كنت أقوله. رجعت للمقطع بعد أسبوعين ولقيت إنه ما وصل 500,000 لايك، وصل 1,000,000 لايك. 1,000,000 لايك قدمت. واذكر قبل سنتين قلت اني بسوي حاجة بس ما سويتها، ولين اليوم قاعدين تذكروني فيها، فعارف اني ما حقدر اصرف الموضوع ده، فخلاص. اغرب انسان بالنسبة لي في اليوتيوب انا هو باري تيوب. يعني قناة مثل قناته مع تفاعل مثل تفاعله، لو ينشر فقط فيديو في الاسبوع يكفيه ليعيش مليونير، ومع ذلك ينشر فيديو في السنة. كأن الأموال لا تهمه، كأن الأدسنس لا يهمه، شعور كأنه رواقي يعيش الحياة ليستمتع ويضع اليوتيوب ليستمتع. لهذا هو مبدع، لهذا هو الأفضل، لأنه لم يطارد المال بل يضع الشيء الذي هو يعجبه. هذا ما يجعله تريند وما يجعله في القمة، أو أنه اكتفى. لا أفهم، أحاول أن أفهم وأحاول أن أحلل حالته ولكن لا أعرف. لازم اسوي الشيء ده. ببدأ ادرس المبدعين في الفيديو كليبات زي مستر حمزة وبقية النقص. بحاول اسوي شيء كويس بالجلاكسي. الجودة ما حتكون سيئة قد كده ان شاء الله، ولا اسوي اعلان وادبر كاميرا. you know what I'm saying. مقطع اليوم برعاية لعبة فرونتير جاستس. يضع مقطع من إعلان لإعلان من إعلان لإعلان. يعني إذا كان هناك إعلان يضع مقطع. المهم اليوم لقيت بنت مدلعة بزيادة عن اللزوم. أيوة. فاهمين كيف؟ كلمة مدلعة ما تكفي. وطبعا لقيتها في برنامج دكتور فيل. هذا دكتور فيل يجلب لك أحقر نماذج البشرية الممكنة. هذا دكتور فيل يجلب لك بعض أنواع البشر يا رجل تجعلك ترغب بالتقيؤ. فيلم مسوي فيها أبو أمريكا. تمام، كل ما عائلة تصير عندهم مشكلة في أمريكا يجيبهم لبرنامجه يحل مشكلتهم، في نفس الوقت يوصل مقطع 10 دقائق. ترى لا يحل المشكلة. هذا دكتور فيل غالبا متفقين معه ويعطيهم مبالغ لكي يظهروا لكي يشتهروا. أنا أخبركم مستحيل القصص التي عند هذا الدكتور فيل قصص حقيقية. فنان. تمام، خلونا نشوف مقطع مع البندي. You wrote into me. Tell me what you wanted me to get straight with your mom. I want my mom to understand that I can't live off of $1,000 a month and I أمها تعطي $1,000 في الشهر ولا تستطيع العيش بها. grew up on a certain lifestyle. She can't just take that away from me immediately. Look at this. أنا أول مرة حصلت على $1,000 في شهر شعرت بأنني صرت من النبلاء. أول $1,000 حصلت عليها شعرت أنني انتقلت من طبقة لطبقة، بقيت أمشي مرفوع الرأس. سامعين ديش قاعد تقول؟ $1,000 ما تكفيني في الشهر، عمرها 15 سنة. أول مرة حصلت على $1,000 كنت أفكر بالزواج وبالتعدد. أول $1,000 لي جديا كنت أفكر بالتعدد. متى أعدد، متى أتزوج، هذه لا تكفيها في الشهر. شيء ما أدري كيف عمرها 15 سنة وشكلها زي كذا. ذي أقل شيء 23. الأمريكان يبلعوا الرز بالخنزير في الفطور ولا كيف يكبروا بالسرعة دي؟ 15 المفروض شكلها يكون زي كذا. المهم قاعد تقول $1,000 في الشهر ما تكفي. $1,000 يعني 3,750 ريال كمان. أنا لما كان عمري 15 لقيت 100 ريال طايحة في الأرض، انفجعت دفنت أمها في البرحة. إيش أسوي بالثروة ذي كلها؟ قارون أنا ولا إيش؟ لو مسكتني الشرطة بيحسبوني بابلو اسكوبار. معايا 100 ريال كاملة، خليها في حالها. فاهم كيف؟ وذي تقول والله عندما كان عمري 15 مرة حصلت على $50 من خالتي يا رجل. عشت أسبوعين ملك، أسبوعين ملك. 3,000 ما تكفيها في الشهر. عمرها 15 بس، يعني ما عندها المسؤولية ذيك، ما تمشي شغل. هذول هم اللي كفروا بنعمة ربهم. If someone took her lifestyle away from her, she wouldn't like that. And I grew up on it. It's all I ever know. I can't deal with this. And so I came to you for help. Okay, so you want me to get her to do what? What would be the home run for you
I need her to understand that I need at least $2,500. $2500 في الشهر يا جاحدة النعمة. هذا راتب موظف سامي في المغرب. هذا عليك أن تكوني الأولى في البكالوريا والأولى في الجامعة، وتكوني من عائلة من عائلات بن جلون، وتلك العائلات المغربية التي فيها بن، لتحلمي وتتجرئي للحصول على هذا الراتب. هذا طبيب يدرس 7 سنوات و3 سنوات اختصاص لا يحصل عليه، وعمره $2500 في الشهر، يعني 10,000 ريال في الشهر. ذي تحسب انها دريك ولا ايش موهبتها؟ ليش تحس انها تستاهل 10,000 في الشهر؟ هذه يسموها allowance ولا شيء زي كذا هناك، يعني يعطوا اولادهم مصروف شهري بدون سبب، وهذا اللي يخلي الطفل مدلع. الطفل لما يشوف الفلوس تجي مجانا بدون اي سبب بيحسب الحياة كيكة بالفراولة. انا اعدت سنة البكالوريا، لا اعدت السنة الاولى من الجامعة، وابي اخذ مني المنحة والله، لانني اعدت السنة. كان علي ان اساهم في المنزل، كان علي ان اعطي اموالي كجزية للفشل لوالدي، وهذا يقول لك شيء فيري ايزي، ما يحتاج يتعب، ما يحتاج يشقى فأي شيء، ما يحتاج يتحمل مسؤوليات إذا كبر. عشان كذا ولدي ما بعطيه فلوس بس، بخليه يدفع فلوس على الأكسجين اللي يتنفسه. أكسجين أبوك هو تتنفسه ببلاش. إذا ما دفع 20 ريال في نهاية الشهر على الأكسجين اللي يتنفسه بخنق جده جيجي. إذا اليوم ما قدر يدفع حق الأكسجين بكرة إذا كبر الدائرة $2500 في الشهر تطلب من أبيها، ما حيقدر يوصل المقطع 10 دقائق، بيضيع فلوس، استثمار خاسر. She works all the time. She doesn't do anything for me. She doesn't drive me anywhere. And so other people would have their moms like drive them places, buy them food, make them food, but I have to do everything myself. وعادي أنا أمي تعطيني $1000 في الشهر، أنا أطبخ لها، أنا أوصلها، أنا أشتغل حمال عندها. And I need the funds for that. Shut your brother please. تقول أمها ما توصلها أي مكان، أمك شغالة عند أبوك ولا إيش؟ أمشي برجولك. هذه شكلها ما سمعت عن وسيلة المواصلات الأولى اللي كنت أستخدمها واستخدمها لين اليوم ذا. وسيلة المواصلات ذي اسمها أوبر الساقين. God damn لو أحكيكم عن قديش الوسيلة ذي فادتني في حياتي. مشيت بها يمكن كم. هل سبق وأخذكم أهلكم للمدرسة؟ وأنا أهلي لم يكونوا يأخذوني للمدرسة إلا إذا أتى استدعاء من الشغب، وكانت تكون درجات الحرارة ناقص 4 أو تكون 40 45، والمدرسة كانت تقع في أسوأ حي في المدينة، وكنت أذهب لوحدي وأعود لوحدي. لا يسبق أن تذكرت أن والدي أو والدتي انتظروني أمام المدرسة، وهذه جالسة تتباكى 1,000,000 كيلومتر بدون ما أدفع هللة واحدة، ولسه تشتغل كأنها في حالة الوكالة. الناس ذولا ما عندهم الحاجات ذي ولا إيش؟ ما وصلتكم الاختراعات ذي؟ So do you do that when you have the money? Are you in there in the kitchen frying up stuff and mixing up No, batter? I'm buying food. So you eat out a lot. Yeah. I make food at home, but then I get bored of just. I don't like cooking because it just makes a huge mess, and then my mom gets mad at me. And I don't like cleaning up the huge mess and doing the dishes. ولا أنت تنظفين، لا أنت تطبخين، لا أنت في المنزل تساهمين، تعلفين فقط الماك والKFC وتريدين كل شيء مجانا. مؤسسة الوقاحة، مؤسسة عديمي الحياة. And then I just don't like eating at home because it's the same boring food. والله الدكتور فيلم فجع. ما أحب أطبخ نفس الأكل الممل، أطبخي شيء جديد. ما تعرف تطبخي ذا شيء مستحيل، شيء مستحيل بصراحة. أي بنت لازم تعرف تطبخ كل أنواع الأكلات من الوكالة تمام، ما يحتاج تتعلم أصلا. المرأة التي لا تجيد الطبخ ليست مرأة، المرأة التي لا تنظف ليست أنثى. أنا بالنسبة لي هذه تنافسك في الرجولة كذكر. مرأة لا تجيدين الطبخ حتى لو جمالك 1000 من 10، بالنسبة لي أنت مرأة بشعة. تخيل تتزوج واحدة لا تطبخ، العذاب يا رجل، العذاب. لما تنولد لازم تعرف 700 طبخة، هذا القانون معروف الكلام ذا.
واي ولد لازم يعرف ياكل كل الاكلات. ليتس جو ليتس جو. Raindrops, drop top. So you want a G-Wagon for Oh, your yeah. 16th? طالبة جي واجن. I need my G-Wagon. There's no question. I need it. There's no question. Yeah. You need that. Yeah. My mom's buying a Bentley for herself. Why can't I get a G-Wagon? تبغى جي واجن؟ ولا صراحة وإذا أمك عندها بنتلي هذه مقنعة. اسمعوني برجولة، هذه مقنعة، هذه أنا أقنعتني أنها تحتاج الجي واجن. وإذا أمي لديها بنتلي تشتري لي الجي واجن. نكذب عليكم، هذه رغبتها في الجي واجن متفهمة. الآن أنا تفهمتها. she got a point. بالله عليك really she got a point. أفكر فيها. وإذا أمك عندها البنتلي يعني أمك من الطبقة المخملية، تدللي. أنا مقتنع أنها تستحق $2500 الآن. أنا مقتنع يجب أن تحصل على $2500. هذه من طبقة مخملية. أمها تخسر أموالها على الشوغر بيبي، ولا اللهم تخسرها على ابنتها. هذه عرفت أنها لا زالت تحت رعاية أمها ل3 سنوات، تصل 18 أمها ستطردها، فتريد أن تحلب أمها لأكبر قدر ممكن. فهمتم؟ تريد تستفيد من ال3 سنوات المتبقية قبل أن تذهب وتعتمد على ذاتها، وترى والدتها غنية. مقنع. تبغى جي واجن في يوم ميلادها 16؟ ذي مختلة ولا ايش؟ دريك ما عنده جي واجن. تعرفوا دريك ايش قال؟ دريك قال جي اللي ما قال جي واجن، قصده اللامبو موفي. ما قالها لانه عارف انها غالية. الصح الجي اللي ارخص من الجي واجن بكثير، وذي تبغى جي واجن وما عندها فلوس جي اللي اصلا. والله البنت دي لازم تنفرش. I love them. They're just, the interior is so nice and there's no blind spots at all. Like it's الصوت الشرطة تتلي تمسك بي. so big and open. There's so much trunk space. It's amazing. And they look so Yeah. nice inside. When you're inside, when you see the interior, the exterior doesn't even matter at all. It's just amazing. And I really want a nice car. She wants to give me a Mercedes C-Class. واه يا الجحود، يا الجحود، يا الجحود، يا الجحود، يا الجحود، يا الجحود. I will accept that car. ميرس سي كلاس برايس ان يو اس دي. سيارة ب$50,000 رفضتها. أمها تريد أن تعطيها سيارة بفكين $50,000 ورفضتها. امك تبغى تعطيك سي كلاس وجاحدة ذا كله بعد كذا. انا بصراحة بدون مزح ما ادري ذولا كيف عقولهم تشتغل بالضبط. يعني كيف وصلوا للمرحلة ذي من عدم التقدير؟ ما عندهم تقدير لأي شيء مرة. ما تقدر انه امها تعطيها $1,000 في الشهر وعمرها 15، وما تقدر انها تبغى تعطيها مرسيدس سي كلاس ليوم ميلادها 16، واذا اعطتها ذا كله ما حتقدره وحتدور اكثر من كذا، لانه ذا مرض. الواحد لازم يحمد ربه على كل شيء، كل واحد يعد النعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سأسكت لأن لا ماذا سأقول؟ بالله عليكم ماذا سأقول؟ عن ماذا سأتكلم؟ عن ماذا سأتحدث؟ أحيانا اللهم
يجب تسكت، يجب تسكت، يجب تسكت.